السلام عليكم. في اول فيديو عندنا في القناه في يوتيوب، هذا اول فيديو لونغ فورم ندير، فنتمنى يعجبكم. كان عندكم شي اقتراحات او شي فيدباك خليوه عندي في الكومنتس. اليوم غندويو على شنو اللي كيسبب الشخصيه النرجسيه، واش هو نتيجه عامل جيني ام هو نتيجه تربيه او عوامل بيئيه او الى اخره. فاول حاجه خصنا نعرفوا واش هو كيتولد هكا ولا هو كيتصنع هكذا. فهمت؟ واش هو كيتصنع هكذا من طرف البيئه والمجتمع والتربيه ولا كيتولد هكذا. لما كتجي كتقلب غتلقى باللي غالبيه الخبراء كيبقاو يعاودوا واحد الحوايج، مثلا كيبقاو يعاودوا نفس الحوايج كيبقاو يقولوهم. كانت واحد الدكتوره كنظن سميتها الدكتوره ارماني، سمحوا لي غلطت في السميه، قالت باللي كاينين شي وحدين هما مع نظريه ديال الجينات وكاين اللي هما مع النظريه ديال التنشئه. ولكن المشكل اللي لقاو هي انه اللي كيجيو كيشوفوا اي شخصيه نرجسيه اش كيلقاو تقريبا كلهم عندهم نفس الانماط في الطفوله تاعهم، كلهم دازوا من نفس الانماط. ولكن المشكله هذوك الانماط كيتحققوا عند شي وحدين ولكن ما كيطلعوش نرجسيين. فهمتوا؟ يعني اي واحد نرجسي كلقاه مثلا، اي واحد نرجسي ضروري كلقاه مثلا انه كان مهمل، كانوا والديه هاملين وما كيعطيوش الانتباه والعنايه وداك الحنان اللي كيبحث عليه الطفل. ولكن المشكله هاد الشرط هذا كينطبق على بزاف الناس. شوف المغرب راه كاين بزاف الناس هكا. قدر انت تكون كتفرج فيا وقعت لك ولكن ما طلعتيش نرجسي. علاش؟ هما كيفسروا هاد القضيه هذه، شي علماء كيفسروا انه راه كاين واحد العامل جيني هو اللي كيسبب هذا الشيء. كاين واحد العامل جيني كيشارك في هذه العمليه وكيكملوا العوامل الخارجيه اللي كتجي من بعد، بحال الاسره والتربيه والصدمات النفسيه وداك الشيء الاخر. فهمتوا؟ واحد هما دابا ما يقدروش يقولوا باللي راه هو بسبب الجينات، لانه كاع هذوك اللي طلعوا نرجسيين كيكون عندهم واحد الانماط كيتعاودوا في الطفوله. يعني ما لقاوش مثلا شي نرجسي، او لا كتكون حالات نادره جدا في كيكون شي نرجسي ما عندوش واحد الطفوله مثلا فين ما كانش متحققين فيها هذوك الانماط اللي غادي نقول من بعد شويه. دابا غنقول هاد الانماط هادو، وفي نفس الوقت هاد الشروط هادو وهاد الانماط تحققوا في بزاف الناس وما طلعوش نرجسيين. وفي ناس في نفس البيئه كيشدوا اخوه كيكونوا كبروا في نفس البيئه، كتلقى اخ طلع نرجسي والاخر ما طلعش. فالحل اللي لقاه هو انهم يقولوا راه هما بجوج خدامين، كاين العامل الجيني وكاين العامل الخارجي، هاد الجوج كيتلاقاو وكيعطيونا نرجسي. فهمتوا؟ هادي ودابا هادي ماشي حقيقه، هادي زعما راه ماشي حقيقه علميه ولا شي حاجه، لانه هادشي غير نظريات لتفسير ما عجزوا عن اثباته عمليا. لانه كما كتعرفوا راه العلوم الانسانيه راه صعيبه بزاف ومعقده بزاف، لان الانسان ماشي سهل درسه، الانسان صعيب درسه وصعيب توقع النتائج ديالو، لانه كيبقى واحد الحاجه اللي هي معقده بزاف. حنا الكائنات معقده جدا وعاليه الذكاء. شنو هما الانماط هادو اللي كيخليو الطفل يطلع نرجسي؟ الا جيتي تشوف في اليوتيوب وتشوف المقالات وداك الشيء غتلقى غالبا الخبراء كيقولوا نفس الحوايج. يعني كيقول لك مثلا انه الطفل كيطلع نرجسي بسبب الاهمال تاع الوالدين، وغالبا كتكون الام، لان الام كتكون اقرب في الغالب. علاش هذا الاهمال ديال الابوين؟ حيت دابا واحد الطفل كيكون في واحد السن كيبني في تقدير الذات تاعو، داك تقدير الذات ديالو كيكون كيحط فيه حوايج كيكونوا على ارض الواقع. كيكون مثلا اللي كيقول لي مثلا امك تقول ليه انت زوين، انت كتقرا مزيان، كتسمع ليا، انت كتصلي، انت ما كديرش المشاكل، انت فنيوان، انت غزال. بحال هاد الكلمات هادو ملي الام كتقول لولده كتخزنوا كيبقاو في الذاكره. فملي الطفل كيحس بواحد النقص، وهذاك النقص غادي يحس به بحكم الكلاش او الاصطدام مع الواقع. معناتها مثلا الطفل كيكون صغير غادي يصطدم مع الواقع، مثلا غادي يتنمر عليه شي واحد في المدرسه يقول لي انت خايب، تما غادي يحس بالتهديد، تقدر الذات ديالو غيحس بيتهز، غادي يحس بالنقص بحال القيمه تاعو تنقصات. فكيفاش هو غادي يرجع راسو؟ الا بغى يرجع راسو كيمشي كيرجع علاش؟ كيرجع داكشي اللي كتقول ليه امو، انت زوين، انت غزال، انت كذا. كيتفكر داكشي، ملي كيتفكر داكشي كيرتاح. هذاك هو اللي حنا كنقولوا ليه السوف ستيم. ملي كتسمع سوف ستيم راه هي هذاك، راه هو هذا الشيء.
تخيل بحال قلتي واحد المكان في الذاكره كنرجعوا ليه ملي كنحسوا باللي القيمه ديالنا نقصات. غير شوف انت لاحظ مع راسك ان فوق كتحس باللي القيمه ديالك نقصات تهزات، كتبدا تحاول تقلب في الماضي على حوايج اللي كيدعموا العكس ديال داكشي اللي قالوه عليك ولا داكشي اللي الواقع خلاك تحس به. تقدر مثلا تطرد من الخدمه ديالك، ما تنجحش في شي اكزام وتحس براسك مكلخ، تما غادي تبدا تحاول تقلب على مرات فين نجحتي في دي زيكزام باش تثبت راسك بلا انت ماشي مكلخ، انت راك ذكي. بحال هاد الاشياء هاد. دابا المشكله فاش كيوقع منين الطفل كيكون هامله همو وباه هاملينو ما عاطينوش داك الاهتمام اللي كيحتاجو، ما كيكونش عنده اصلا السوف ستيم ديالو اللي كيتبنى في ديك 7 سنين تقريبا، كاين اللي كيقول 5 سنين. هذاك السوف ستيم ما كيتبناش، فهو كيبقى بواحد الفجوه، كيبقى بواحد الفراغ. هذاك الفراغ كيبقى يحاول يملأ فيه عمره ما كيتملأ. داكشي علاش النرجسي ديما مركز على راسو. عمرك فكرتي في القضيه علاش هو ديما مركز على راسو؟ لانه كيحاول يسد الفراغ والو ما كتملأش، لانه ما عندوش سوف ستيم، عنده اشاعه. فاش عنده كيبقى عنده الايجو هو واحد الحاجه، واحد الصوره على نفسك كتكون متخيله، غالبا كتكون وهميه. هو كيبقى ينفخها في الايجو، ما كينفخش في السوف ستيم، ما التقدير ديالو ما كيتزادش. هو في الحقيقه كيكره راسو، عكس داكشي اللي يقدر يصحاب لك يعني من مشاهده الافلام والسيريات والاعمال الادبيه. وداكشي يقدر يصحاب لك مثلا باللي راه هو فعلا كيحب راسو، ولكن هو ما كيحبش راسو فعلا، هو ما كيقدرش راسو. نقدر نقول ما كيقدرش راسو، هو في الحقيقه ما كيحملش راسو. داكشي علاش هو مركز على راسو. كون كان كيبغي راسو وكيقدر راسو فعلا ما كانش غادي يكون مهووس براسو، كان غادي يكون ما محتاج، صافي هو مرتاح، ما محتاج انه يبقى يتبدل. داكشي علاش كيبغي ديما هو الناس يمدحوه. علاش كيبغي الناس ديما يمدحوه؟ لانه ولا الناس ما مدحوش غادي يحس براسو في التهديد، غيحس باللي هو ديما في واحد الستيت، واحد الحاله ديال التهديد، كيحس براسو كيتخنق. خصو التقدير، خصو الناس يحترموه، خصو الناس يبغيوه، خص الناس يعطيوه قيمه، خاص يبقى يسمع سميتو بزاف، خصو الناس يديروا ليه حساب، خاص ديما هو خاص. الا ما كانش هادشي هذا ما كيحس براسو بخير، الا كيحس براسو يقدر كيحس براسو كيموت كاع. فهمت؟ وراه خطير هادشي. ممكن هذا هو السبب الاول. السبب الثاني، النمط الثاني ولا نقولوا العامل الثاني، كيكون انه هذه قريبه الاولى، وهي انه الام تاعو كتكون الاهتمام ديالها بالطفل تاعها كاع ما منتظم، يعني عشوائي. الطفل ما كيقدرش يتوقعه. مره امو فرحانه وزوينه معاه وكتبغيه وكتقدرو، مره معصبه وكتعاير فيه وكتسبو، مره ما مسوقاش ليه كاع، مره ما كتكونش حداه، مره كتكون معاه ديما، زعما مره كتكون معاه السيمانه كامله، مره السيمانه ما كتكونش. يعني خينا كيطلع شلاضه، فهمتي؟ شلاضه ديال المشاعر. فهو مني ما كيقدرش انه يتوقع السلوك تاع مو تجاهه والعنايه ديالو به، ما كيقدرش يتوقع واش انه اليوم مو غادي تشوف ليه في وجهه، تشوف ليه في عينيه ولا لا. وما يقدرش يتوقع انها الا شافت ليه في عينيه ما تشوفش ليه في عينيه. فاش تشوف ليه في عينيه واش غادي تسبو ولا واش غادي تمدحو ولا واش غادي تعنقو ولا واش غادي تصرفقو. من الطفل ما كيقدرش يتوقع هاد الشيء، اش كيوقع ليه؟ كيحس بعدم الامان. خصكم تعرفوا ان الانسان كيحس بالامان ملي كيكون كيتوقع النتائج ديال الاشياء. داكشي علاش في واحد الحاجه ما كنكونوش كنفهموها كنكونوا كنخافوا منها بزاف. فهو نفس الشيء كيوقع مع مو، ما كيكونش كيتوقع ردود الفعل تاعها، انماط تاع العنايه ديالها به، كيحس بعدم الامان. اش كيوقع؟ واحد الوقيته كيفقد الامل فمو، كيحس براسو وحيد، والحاجه اللي ما كنفهموهاش حتى هي كتخلعنا. داكشي علاش كيقول لك هذيك المقوله ديال الانسان عدو ما يجهل. المهم هو فاش كيحس بهذاك عدم الامان يلجأ لانه يعتمد على راسه، انه يبقى يركز على راسه. فهو داكشي علاش هذا ما كنتوش عارفين، فالنرجسي ما كيحسش براسو في امان، هو ديما خايف. داكشي علاش كما قلت لكم كيبقى كيبغي الكومبليمنتس، كيبغي الناس يمدحوه، كيبغي الناس يشوفوه واعر، يشوفوه زوين، يشوفوه ناجح، يشوفوه ما محتاج حتى شي واحد، وخا هو محتاج كل شيء ومحتاج كاع الناس. انه وراه شي حاجه، فهمتي؟ وراه واعر وكاع الناس يتمنوا يكونوا بحاله. علاش كيدير هكاك؟ علاش هو الناس باغيين؟ علاش هو كيحب الناس يمدحوه؟ لانه هو كيحس بالنقص وما عندوش هذاك
تقدير الذات. خاصك انت، هو محتاجك انت تمدحه. اولا ما مدحتيش انت راه غيموت. فهمتي؟ هو بالنسبه لي في دماغه ولا ما مدحتيش راه غيموت، راه كيتخنق واعشق. قول لي انا زوين. راه داك الشيء علاش النرجسي الا انتقدتيه كيبغي يتفروح. كيسميوه هذه ذا نارسيسستيك ريج. علاش كيسميوه ذا نارسيسستيك ريج؟ علاش ما يسميوش الريج وصافي؟ حيت هذه معروفه عند النرجسي، هذه كيمتاز بها النرجسي، انه فاش كتبدا تنتقد فيه وكتتهمه بطريقه مباشره بالادله وبالحجج وداك الشيء، كيبغي يتفروح حتى كيطلع ليه الدم. علاش؟ لانه هو بالنسبه ليه السيستم ديالو كينهار. وهادشي غندوز ليه في شي حلقه اخرى، لانه هادشي معقد بزاف وصعيب يتفهم. صعيب يتفهم بزاف صراحه، معقد بزاف. علاش؟ لانه قدر شي وحدين ما يفهموش، لانه ما عارفينش اصلا التركيبه النرجسي كي دايره، وباغيين كيعتمدوا على داكشي اللي شافوه في النرجسي من برا. فهمتي؟ هو النرجسي ما خصكش تقولب بهذاك الصوره اللي كيبينها لك من برا. هو اصلا باغيك تحس بهذاك الشيء، هو اصلا باغيك تشوفه باللي راه هو واعر، تشوفه راه ناضي، هو ما محتاج حتى شي واحد. فهمتي؟ هو باغي يشوف راسو، باغيك تشوفه بديك الطريقه. ما علينا. السبب الثالث او العامل الثالث اللي كيخلي الطفل يطلع نرجسي هو الاب ولا الام، المهم الوالدين عموما، كيكونوا كيستغلوه من اجل السمعه ديالو. يعني مثلا الا كانت شي حاجه غادي تخليهم يبانوا واعرين قدام العائله قدام المجتمع وداك الشيء، كيشجعوه يديرها ويقدروا يبزوا عليه كاع. Like they're interested when their kid's on stage, they're interested when their kid's on the field, they're interested when their child's getting an honor or doing what they want them to do. But when that kid really needs their emotional needs to be met, it's completely an impoverished environment. That's what I mean by being over and underindulged. It's also what we call modeling. It's what they see in their environment. فهمتي؟ مثلا يقدروا يبزوا عليه انه يدير مثلا شي، مثلا انه يكون فاش كان صغير يكون واعر في الماط، يكون فرقع في الماط. حيتاش الا كان واعر في الماط غادي يعرفوا يبانوا قدام العائله بولدهم. ومن كيتربى بديك الطريقه، ملي كيتربى بهذه الطريقه هذه، كيتربى على الصوره المجتمعيه. حتى عارفين النرجسي كيمانيبيلي الصوره المجتمعيه. هو راه فهمتي؟ يقدر يكون شيطان مع شي واحد. هذا الا كان شي واحد، الا كان شي نرجسي يعني خايب مع شي واحد. كاين النرجسي اللي واخا صعيب صراحه، ولكن كاين النرجسي اللي كيكونتروليو راسو. الا كان شي نرجسي مثلا كيعتدي على شي، على مراته مثلا شي حاجه، هذاك الشيء في بريفي. وكرا في بوبليك كيلمع، عرفتي الصوره ديالو ما فهمتي حتى حد ما يتيق لو سمع انه داكشي كيدير. المهم هو دابا النرجسي صعيب تعرف انه نرجسي في بعض الاحيان، لانه كيعرف يتلاعب بالصوره ديالو وكيكون كيعرف يمثل مزيان. وهذا الشيء راه نقدر نديروا عليه حلقات كيفاش هو كيتقمص الشخصيات وداك الشيء. المهم ما علينا. هو دابا هذاك الشيء ديال تقمص الشخصيات والتمثيل وكيف كياخذ الشخصيه ديال الاخر وكذا، كيتعلمها من والديه. فاش كيديروا ليه هذا البلان، فاش كيبزوا عليه انه يدير ديك الحاجه، كيتعلم منها هذه. فعندنا هذه كيتعلمها من والديه فاش كيبزوا عليه انه يدير شي حاجه من اجل الصوره المجتمعيه. هو بعد البلان هذا اش كيوقع عليه. كيفاش بغيتي هو يقدر راسو الا كانوا والديه ما مقدرينوش؟ فهمت كيفاش هو غادي يقدر راسو؟ فهو ما كيبقاش عنده هذاك السيلف استيم. فكما قلت لكم هو ما كيحس براسو بخير حتى ياخذ شي 10 ديال الكومبليمنت في النهار، تيمدحوا شي 10 د الناس. هذا اللي بغى يحس براسو بخير. فهمتي؟ راه ما كنقولش لكم زعما هو راه بعض المرات كيبغي داك الشيء هو باش يحس براسو مزيان كائن عادي. فهمتي؟ كيستاهل انه يمشي على الارض، لانه يفكروا فيها انسان كيتموتيفا بالاحتياجات ديالو. نص البلان هو دابا ما كياخذ داك الكومبليمنت من الناس الا وهو محتاجهم. هو ما باغيك تمدحو الا انه محتاجك تمدحو، هو راه محتاجك. السبب الرابع علاش الطفل كيطلع نرجسي وهو انه كيكون نتيجه ديال الثقافه ديال المجتمع اللي هي كتكون الثقافه السائده. كتعرفوا مثلا ان النرجسي كيكون ديما كيركز على داك الصوره المجتمعيه، ديما كيلمع الصوره ديالو. كاين اللي كيقولوا باللي ردة الفعل النرجسي كتكون هي انه كيمشي لداك الشيء اللي غيخلي المجتمع يتقبله. وشنو اللي كيخلي المجتمع يتقبله؟ كاين واحد النظريات كيقولوا انه النرجسي ملي كيتعرض لذاك الاهمال والصدمات النفسيه وداك الشيء، كيكون ردة الفعل ديالو انه كيتبنى الثقافه السائده باش المجتمع يتقبله وباش يحصل على داك، باش يحس براسو بخير، باش الناس يقدروا يقولوا عليه زوين وداك الشيء. والثقافه السائده شنو هي؟ الا جيتي تشوفوا غتلقاو الثقافه السائده هي داك الشيء اللي كيديروا النرجسي. بحالاش مثلا artificial charm، يعني داك الهضره السطحيه اللي كتخلي الشخص يبان مثقف، ولا كتخليه يبان راه فاهم، ولا يبان مثلا هو لاباس عليه
عليه ولا شي حاجه بحال هكا، مثلا اي حاجه من هاد الاشياء، هذيك الكاريزما السطحيه مثلا. او مثلا كان شي بلاصه مثلا شي درب خايب غادي يحاول يبان قبيح وخاسر وكيخرج العينيه وداك الشيء على حسب اي بلاصه. عاوتاني الثقافه كتخلي الوالدين يتعاملوا مع ولادهم بواحد الطريقه، كتخلي مثلا الوالدين ديما يخليو ولادهم ديما يبانوا قدام الناس. يعني ما كاينش الجوهر اطلاقا، ما كيلعبوش على الجوهر ديالهم، ما كيلعبوش كاع على النفسيه ديالهم، ما كيعتبروش النفسيه ديالهم، كيعتبروا على انهم مهم انهم يبانوا. وهاد العقليه اللي كتكون عند الوالدين كتكون نتيجه ديال الثقافه السائده. عاوتاني واحد الشخص واخا كاع ما يكونش نرجسي كيبدا يبني واحد عادات نرجسيه. يعني ماشي اي واحد كيدير افعال نرجسيه فهو نرجسي، بعض المرات كيكون يدير واحد الافعال نرجسيه كواحد استراتيجيه باش انه يطلع السلم النجاح، لانه فعلا المجتمع كيقدر الشخص اللي هو حاس براسو، الشخص اللي هو كيشوف راسو احسن من الاخرين، الشخص اللي هو كيبان باللي راه ما محتاج حتى شي واحد، هو انديبوندون. حنا هادشي كاع المجتمع تقريبا اغلب المجتمعات في هذا العصر هذا كيقدروا هادشي هذا. يعني كتبان انك انديبوندون، انك كتحترم راسك، انك عاطي راسك قيمه، كتلبس مزيان، طاق روايح واعرين، كتلبس الدوريجين، عندك المعارف. فكاين اللي كيشوف باللي الولد فاش كيكبر وسط هاد الثقافه هادي فهو كيطلع مربي على هاد الخصال هادي، هذيك السطحيه، انه يبان واعر، انه يبان باللي لابس مزيان، كياكل مزيان، انه عنده واحد المكانه اجتماعيه، هو كيعرف الناس الواعرين.